مساء الخير عليكم. رجعت لكم بفيديو جديد وبسيط عن تجربة شخصية لكريم. ممكن كتير يعرفوا وكتير ما يعرفوش، بس ما تعرفوش بقى الفوائد الرهيبة بتاعته. انا معاكم سحر من قناة معكم سحر في المطبخ. النهاردة هقدم لكم فيديو بسيط عن كريم معجزة حرفيا، الا وهو كريم ديكسا بانسينول. نسبة البانسينول فيه 5%، مش 2% اللي احنا متعارفين عن انواع الكريمات، او المتعارف عليه عن انواع الكريمات اللي هي المادة الفعالة بتاعتها البانسينول. اللي هو البانسينول هو 2%، وهيبتا بانسينول وانواع كتير اوي من البانسينول. تمام. احنا دلوقتي اولا سعره 4 جنيه. استنى اوريكم، مش فاكرة السعر كان فين. ايوه اهو، بس مش عارفة هيبقى واضح في الكاميرا ولا لأ. اهوت 4 جنيه السعر اهي. تمام، 4 جنيه و20 جرام. استعمالات رهيبة غير اللي موجودة في الروشتة بتاعته. هنفتح مع بعض كده روشتة ثانية واحدة. يعني انا عايزة اقول لكم، انا ثانية واحدة كده لكم معايا ثانية واحدة. طلعت روشتة، كنت بحارب مع روشتة معلش عشان تطلع، مش عارفة في ثانية واحدة. هو في مكونات في الروشتة، عفوا استعمالات في الروشتة، غير هنزود عليها برضو استعمالات تاني، مش تجربة شخصية من دماغي. الاستعمالات دي لا، دي دكتورة جلدية قالت لي عليها. يعني بص هنشوف مع بعض دلوقتي. شوف الاستعمال. في الروشتة استعمالات بسيطة ليه. اولا يحتوي على مادة البنسيلول بنسبة 5% اهي زي ما واضح في الكاميرا فوق. حاجة انا معلش يا جماعة، في الروشتة فوق اهو. يستخدم ديكسا بانسينول 5% كريم موضعي في تحفيز التئام وتكمين الأنسجة، وذلك في الجروح البسيطة مثل الحروق والخدوش، الجلد المتهيج، مثل ما يحدث بعد العلاج بالإشعاع، العلاج الضوء أو بعد التعرض للأشعة فوق البنفسجية، وإحمرار الجلد في الرضع والحفاضات، علاج جفاف وخشونة أو تقشير الجلد. تمام، أثناء الرضاعة لعلاج تشققات الحلم. تمام، دي بقى الاستخدامات البسيطة جدا في روشتة. اهي روشتة قدامكم. تمام، انما بقى الاستخدامات الرهيبة جدا اللي محدش، مش هقولك ما تعرفوش عنها، ممكن يبقى في كتير يعرفوا عنها. تمام، وفي نسبة كبيرة جدا برضو ما تعرفش عنها. وصدقوني الكلام ده مش من دماغي انا، ولا ان فيديو يضرب والكلام الفاضي ده، لا طبعا. اللي مش هيصدق الكلام اللي انا هقوله ممكن يراجع مع طبيبة او طبيب الجلدية بتاعه او الصيدلي اقرب حاجة ليه ويسأله. طبعا استخدامات الكريم ده، اولا علاج تشققات القدم، بيخلي الرجل ما شاء الله رهيبة. تدهني رجليكي بيه وتلبسي شراب. الدكتورة قالت لي وانا جربته حرفيا ما شاء الله تحفة. بتدهني بيه الضوافر، بيقوي الضوافر ويطولها ويمنع التكسر بتاع الضوافر انها تتكسر منك. للايدين بيخلي الايد ناعمة ورهيبة، يعني ما شاء الله حرير. لقشرة فروة الراس، لو عندك قشرة في فروة راسك بتدهني منه كل يوم ككريم مرطب لفروة الراس وللشعراية ذات نفسها. بيعيد بناء الشعراية تاني وبيخلي الشعراية ما فيهاش تقصف، بتلمع، يطول معاكي بسرعة، يبقى ناعم ومترطب. للبشرة، البشرة المعرضة للإحمرار، احنا قلنا الكلام ده في الروشتة بتاعة الكريم. بيخلي البشرة ما شاء الله نضرة. التجاعيد الخفيفة اللي في البشرة بينعمها، يعني يخليها
زي ما بيقولوا كده كأنها مش باينة، مع الاستخدام المتكرر ليه بتختفي حرفيا. وده مش كلامي انا، ممكن تراجعي برضو الصيدلي وتسأليه. ايه تاني؟ احنا قلنا الرجلين والايدين والبشرة والشعر. بس انا لقيت منه كل ده، بس في حاجة في حتة الشعر، ان انا صراحة ما ادانيش لمعة في الشعر زي ما هم قالوا. اللمعة دي بتبقى وقت ما بحطه على شعري بيلمع، لكن القشرة ما شاء الله كويس قوي في القشرة، لكن لمعة على مدار اليوم لا. مثلا لو عندك احمرار بتاع الحساسية، انت مثلا راجعة من الشمس في احمرار في وشك، لو ما حطيتيش مثلا عليه كريم مرطب عليه ممكن يقلب وشك بحساسية. صدقيني جربيه، وهقول لك الحساسية هتختفي على بالليل. لو انت مثلا جاية بالنهار وغسلتي بشرتك وحطيتي منه، على بالليل مش هتلاقي اي حاجة، كأني مفيش اي حاجة، وبالعكس هتلاقي بشرتك مترطبة قوي. ويعني حاجات كتيرة جدا. ده انا في حاجات مش جاية على بالي ان انا اقولها، بس يعني اكتر حاجة جاية على بالي ان انا اقولها لكم ان ما شاء الله كل الكلام ده وبكام؟ ب4 جنيه. يعني بصوا الاكسباير بتاعه اهوت، الانتاج 12/22، الصلاحية الانتهاء بتاعه 12/25. يعني لسه ما شاء الله سنتين وشوية. يعني عشان ما حدش يقولك لا ده بيبيعوه ب4 جنيه خلاص، ده الصلاحية بتاعته او الاكسباير بتاعه خلاص فترة قريبة والكلام ده. لا 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 لا، معاكي كام سنة يا عالم، مين يعيش الكام سنة دولت اساسا ب4 جنيه. ونسيت اقول لكم استخدام تاني ليه، اللي هم عندهم صدفية في رجليهم او في ايا كان الصدفية في اي مكان، بيدهن بيه للي هو مريض الصدفية حرفيا. ما شاء الله جميل. انا بقى مش هكدب عليكم اقول لك بتختفي وكلام الفاضي ولا بيضحكوا بيه على الناس في الفيديوهات. لا، انا اقول لك الحقيقة. مثلا دلوقتي واحد مريض صدفية، الدكتور كاتب له علاج صدفية، ايا كان الكريم اللي هو كاتبه له، طبعا ده بيخش معاه اساسي مش شرط الديكسابانسينول، بس انا بقول لك بالنسبة اللي بيجيب نتيجة. بتدخله مع علاج الصدفية كريم مرطب. فاظن ما فيش احسن من ديكسابانسينول ده يخش في علاج الصدفية. انتي مثلا بتدهني زي ما الدكتور كانت بتقول، لان انا حد قريبي مريض صدفية، فبندهن الرجل والايد بالكريم بتاع اللي هو علاج الصدفية. تمام. وتاني يوم بندهن مثلا من دوت على المكان الصدفية، فبيعمل ترطيب شديد قوي سواء الرجلين او الايدين، فبينفع في علاج الصدفية. يعني بسم الله ما شاء الله جميل. فليه استخدامات رهيبة جدا، على يعني مش هقولك على قد فلوسه، لا فلوسه ما شاء الله قليلة بالنسبة او مقارنة بالاستخدامات بتاعته. وفي نهاية الفيديو بقى ما تنسوش بقى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم مني كل جديد، عشان اقدر اعمل لكم فيديوهات وتجارب شخصية عن كلمات كتيرة وعن منتجات كتيرة تستاهل فلوسها واكتر. وكنت معاكم النهاردة من قناة سحر في المطبخ سحر، وقدمت لكم النهاردة فيديو عن كريم اسمه ديكسابانسينول. شكرا ومع السلامة. باي باي.